السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة على الكواليتي مانجمنت سيستم على بعضه. الفيديوهين اللي عملتهم قبل كده موجودين على البروفايل بتاعي، يا ريت يعني لو تتفرج عليهم قبل ما تتفرج على الفيديو ده هيكون فيها إضافة بإذن الله. احنا كنا اتكلمنا عن الكواليتي مانجمنت سيستم. قبل ما ابتدي في شرح حاجة جديدة، كان في موقف حصل من فترة، يعني حد من إدارة من الإدارات اللي موجودين عندنا بيسألني بيقول لي إيه علاقة الكواليتي بشغلي؟ انا بعمل شغلي كويس، انت المفروض ليك علاقه بالتنفيذ، ليك علاقه بالانسبكشن في الموقع وهكذا يعني. فساعتها قلت له انا مش بتكلم على الكواليتي كنترول اللي بيتم على البرودكت اللي موجود في السايت ايا كان هو ايه البرودكت. انا بتكلم على الليفل اوف كواليتي بتاعه الشغل نفسه. لان الادارات نوعين، في اداره بتشتغل بايديها زي التنفيذ مثلا، وفي اداره بتساعد التنفيذ ان هو يقدر ينفذ زي التكنيكال اوفيس، الكواليتي، الكوست، السيفتي، الريسك، الكوست، البلاننج، البروجكت كنترول، البروكيورمنت، الاتش ار. كل الناس دي الاند برودكت بتاعها عباره عن، مثلا لو قلنا اتش ار كاليبر كويس يقدر يخش الموقع، لو قلنا الكواليتي ان الليفل بتاع التنفيذ يطلع كويس جدا، لو قلنا كوست ان البادجت بتاعته والكوست تكون within الليميتس ما فيش فيها حاجه اوفر بادجت وهكذا، لو قلنا بلاننج ان نحقق المايلستونز، نقدر ان احنا نوصل للديو ديت بتاعنا من غير ما يكون في مشاكل، لو قلنا الريسك ان ما يحصلش اي مشاكل سواء عليه علاقه بالبيزنس، سواء عليه علاقه بالانتربرايز، سواء عليه علاقه بالبروجكت ريسك، لو قلنا السيفتي نحافظ على ارواح الناس ونضمن ان هم يكونوا كويسين، لو قلنا الانفايرمنت مثلا ان احنا نحافظ على البيئه ومتطلبات البيئه اللي موجوده وهكذا. كل فانكشن من دول، البروكيورمنت نجيب الماتيريال، نجيب المقاولين الكويسين اللي يقدروا يشتغلوا معانا. فكل واحد من دول بيأدي وظيفه معينه، في النهايه كلها مع بعض انتجريتد مع بعض، بتقدر ان هي توصل ان المنشأ او المنظومه اللي انت شغال فيها تقدر توصل البرودكت بتاعها، ايا كان بقى ده فينش فاسيلتي، مبنى مثلا او مشروع صناعي او مدرسه او مستشفى او صيدليه، ايا كانت الحاجه، حتى لو بنتكلم على خدمه زي خدمات توصيل السيارات وهكذا يعني. طيب، في كام مقوله مهمين جدا علشان نبتدي نفكر في الكواليتي مانجمنت سيستم. الكواليتي مانجمنت سيستم ده بيتكسر حاجات كتير، وده هنتكلم عليه في الفيديوهات الجايه باذن الله. بس قبل اي حاجه خالص، في كود كده بيقول لك وات يو كانت ميجر يو كانت كنترول، الحاجه اللي ما تقدرش تقيسها ما تقدرش تحكمها. فبالطبيعي ان انا لازم اعرف ايه الحاجه اللي انا محتاج اتحكم فيها، علشان كده ابتدي ان انا احصرها كويس جدا، وابتدي اعمل لها ميجرنج كرايتيريا، وابتدي اعمل لها كاتيجورايزيشن او تحديد انواعها عشان اقدر اعمل عليها كنترول. وده بيختلف من فانكشن للتانية. في حاجة تانية مهمة جدا جدا، ان انا اقدر اشتغل على حاجة اسمها ريسك بيزد ثينكينج، وده هيجي لنا في كذا ستاندرد بيسبورتوا نفس الجزئية دي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم على تكسيرة الكواليتي مانجمنت سيستم، من اول بقى البوليسي، المانيوال، بروسيجرز، البروسيس مابس، الورك فلوز، لو في ريكوردز وهكذا، عشان نقدر نوصل للكواليتي مانجمنت سيستم المظبوط، ونشوف كمان احنا ازاي نقدر نستاندردايز الحاجه دي بطريقه افضل واقوى، وتكون فيها حاجه اسمها الكونتينوال امبروفمنت. كل ده باذن الله هنمشي فيه في الفيديوهات اللي جايه. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.